تحتفلي بعيد الحب؟ بصي والله هو انا ما عنديش حد احتفل بيه، يعني ما عنديش مانع، يعني انت لو جبتي لي حد انا احتفل بيه مفيش مشكله. طيب انت ايه رايك في المقوله اللي بيقول لك تحتفلي بعيد الحب حلال ولا حرام؟ لا هو يعني لو هنتكلم في حلال وحرام، هو عيد الحب حرام، يعني كل بدعتهم ضلاله وكل ضلالاتهم في النار، فده حرام يعني. تمام. بس بما اننا ما عندناش حد نحتفل بيه فهو حرام لحد لما نلاقي يعني. وحاليا انا ما بحتفلش بعيد الحب لاني ما بقتنعش بيه اصلا، لان احنا كمسلمين عندنا دينين، عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. طيب تحتفل بيه حلال ولا حرام؟ هو طبعا الرسول قال كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، فبالتالي الرسول ما احتفلش بحاجه زي كده، وهو اساسا عيد يتبع النصارى واللي اسسه قسيس اسمه فالنتين، فانا طبعا ما بحتفلش بيه. خلاص. انت بتحتفلي بعيد الحب؟ لا خالص. ما بتحتفليش؟ طب ايه رايك في المقوله الاحتفال بعيد الحب حلال ولا حرام؟ انت معني هو المفروض ان هو حرام عشان ده مش في شرع المسلمين، ان ده مش عيد مقرر علينا في الاسلام. احنا عيد الاضحى وعيد الفطر، فده حاجه كده زي اللي هو ازاي العيد ما بيعملوها عادي بقى زي عيد الميلاد وكده، هو كلها حرام، بس هو ازاي حاجه ناس معتاده عليها فبيعملوها كان عادات وتقاليد مش اكتر. تحتفلي بعيد الحب؟ لا انا مش بحتفل بعيد الحب علشان اولا مش حكايه حرام وكده، بس انا اصلا مش مرتبطه. تاني حاجه يعني لو انا حتى مرتبطه من ورا انا ما بعملش حاجه من ورا اهلي، فهسيب كل حاجه في النور يعني، وان شاء الله هيجي يوم هرتبط وهعيد يعني وكل حاجه هتبقى تمام يعني ان شاء الله. هقول التاني سؤال انهي؟ هو حرام علشان لو البنت ارتبطت من ورا اهلها وما عرفتش واهلها ما عرفوش الحوارات ديت وكده فهو حرام، ولو حلال في نفس الوقت لو اهلها عارفين، فان شاء الله كل البنات ترتبط ويبقى حلال ان شاء الله باذن الله.